بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. في بعض الناس متخيلة إن الديكلوفيناك صوديوم زي الديكلوماكس والروفيناك دي بيتعارض مع الضغط، وإن الديكلوفيناك بوتاسيوم مثل الكتافلام أو الرابيدوس أو الكتافاست فوار ما بيتعارضش مع الضغط. والحقيقة إن الضغط بيتأثر بمادة الديكلوفيناك نفسها، سواء كانت ديكلوفيناك صوديوم أو ديكلوفيناك بوتاسيوم، وهما الاتنين بيأثروا على الضغط أو علاج الضغط. يعني ممكن يرفع الضغط أو ممكن يأثر على علاج الضغط، بيتاخد لو الطبيب أشار إن ده مناسب للحالة. ولكن هما الاتنين زي بعض في موضوع التأثير على الضغط أو أدوية الضغط. تمام. لكن الفرق بينهم ان الديكلوفيناك بوتاسيوم زي الكتافلام وزي الريبودوس بيحصل له امتصاص سريع وبيجيب نتيجته بشكل اسرع، فبيدي تأثير مسكن يعني سريع ولكن قصير المفعول. لكن الديكلوماكس او الروفيناك دال او اي ديكلوفيناك صوديوم بيدي يعني بيحصل له امتصاص ابطأ وبيدي تأثير ممتد لفترة أطول. لذلك لو أنا عايز التسكين لمدة وقت أطول فبختار الديكلوفيناك الصوديوم. ولو عايزه سريع جدا كألم قوي عايز أتخلص منه ولكن ما بيمتدش لفترة طويلة، بختار الكتافلام أو أي ديكلوفيناك بوتاسيوم زي الرابيدوس. تحياتي لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.